حماده، مالك يا قلب امك كده شايل هم كده ليه؟ مفيش والله، ما متضايق شويه وقلت اقعد معاك شويه افك عن نفسي. حد يتضايق في يومين مفترجين زي ده داخل عيد عليك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. ما انا متضايق عشان كده ياما، الظروف معايا مخبطه ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اجيب حتى 2 كيلو لحمه ولا حتى كيلو في بيتي. ما اكدبش عليكي، سعاد ساكته ومستحمله وما بتتكلمش، وده اللي تعبني اكتر، انها ساكته ومستحمله، وده مخليني ان انا محسسني ان انا قليل قوي قدامها وفي نظرها. ما تقولش الكلمه دي، انت كبير يا احمد، ما تقولش الكلام ده يا حبيبي، والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واللحمه ان شاء الله بدل الكيلو هيجي لك 2 كيلو. في ايه يا احمد؟ منين ياما؟ ما احنا عارفين الظروف. خد بالك بس يا احمد، عشان في ستات اليومين دول بتحوش وتكنز من ورا جوازها، هتلاقيها مخبيه حاجه ولا كده ولا كده. اسالها بس وهي هتجيب لك اللحمه. مش سعاد اللي تعمل كده يا بنتي. ايه الكلام اللي هي الماسخ اللي هي بتقوله ده ياما؟ بذمتك سعاد كده؟ ليه بتقولي عليها كده؟ انت شفت منها ايه وحش؟ انا ما بقولش على سعاد، انا بتكلم في العموم، فبقول لك خلي بالك. لا انت قصدك من الكلام يا نهله، وخلي بالك من كلامك عشان انت بتتكلمي على مرات اخوك، ولما تتكلمي عليها وحش كده اكنك بتهيني اخوكي. اسكتي شويه، وهي ما تستاهلش منك كده، هي كويسه معاكي. بقول لك ايه يا احمد، ما تحملش هم حاجه زي البت دي اهي، البت دي هبله وعبيطه. كلامها بيزعل ياما. معلش هي بقى مش فاهمه حاجه، عيله لسه صغيره. المهم يعني امك اللحمه اللي هتيجي ان شاء الله هجيب لك زيها ليك انت في بيتك باذن الله، وما تشيلش هم حاجه طول ما انا موجوده يا احمد، ما تشيلش هم، وفوق كل ده ربنا موجود، ما بنساش حد. هتجيبي منين؟ هتجيبي منين؟ ونعم بالله يا معانا حاجه؟ مالكيش دعوه يا نهله، مالكيش دعوه، هجيب له ان شاء الله اللحمه. حول ولا قوه الا بالله. الله يبارك لك ياما، ربنا يديك الصحه يا ابني، وسع رزقك، ويجعلك دايما سندي وظهري ياما. حبيبي ونور عينش. انا هقوم اتكل على الله. ماشي يا حبيبي، مش عايز اي حاجه؟ عايز سلامتك يا قلبي، خلي بالك من نفسك. يلا سلام ياما. مع السلامه يا حبيبي. سلام يا بنت ابويا. مع السلامه. الكلمه الحلوه حسنه، لو مش هتجيبي حتى كلمه حلوه، اللسان الحلو. قومي من قدامي يا نهله، بدل ما هو اللي يجيب لنا. قومي يا نهله، ما ياما جايب، قومي. ياما جاب، شفتش منه حاجه يا اختي. طب ما انت بتشوفي حاجه اساسا، انت بتشوفيش الا الوحش كله يا نهله، ربنا يهديكي. مش هتنزلي تلعبي مع صحابك؟ لا انا قاعده شويه لحد ما بابا يجي. تطلبيش من بابا عيديه كتير عشان هو ظروفه ضيقه شويه، اول ما ربنا يفرجها عليه هيديكي عيديه كبيره. ماشي. اهو شكلي بابا جه اهو. بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي. ايه كنت فين يا احمد كل ده؟ رحت مشوار كده، وبعد كده عديت على امي واختي كده، قعدت معاهم شويه. طب هما عاملين ايه؟ الحمد لله، وبيسلموا عليك وبيقولوا لك كل سنه وانت طيبه. الله يسلمهم وهم طيبين. بابا. ايه يا حبيبي بابا؟ هو انت هتديني هديه السنه دي علشان ده ولا ده عشان ده عيد لحمه؟ لا يا حبيبتي، هديك ان شاء الله. ان شاء الله. اصل بابا اصحابي هيديهم هديه. لا ان شاء الله هديك اللي انت عايزاه يا يلا قلب قومي، بابا هيبقى يديك العيديه. قوم. ربنا يحفظك يا رب. ان شاء الله ربنا هيفرجها عليك من واسع مدائة لما فرجت. ونعم بالله ونعم بالله. هقوم بقى احط لك عامله اكل ايه؟ لسه بقول لك انا جعان. عندنا جبنه بقوطه وعلبه تونه كده، قلت هفتحها جنب الجبنه. حلوين، فضل ونعمه هقوم من احط ربنا. لك تاكل. ماشي يا حبيبتي. بقول لك يا سعاد، نعم. عايز اقول لك على حاجه. نعم. معلش لحظه، بلاش تحكي لامك على اي حاجه وتقولي لها ان احنا ظروفنا وحشه، عشان انا ما احبش حد يشوفني في الظروف ديت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين انا عمري ابدا ما اطلع اسرار بيتنا بره، حتى لو اللي كان مين يعني. وبعدين يعني انا عارفه ان هي بتضيق يا احمد، وربنا بيفرجها. ونعم بالله. ان شاء الله ربنا هيفرجها، وما تشيلش هم حاجه. ان شاء الله ربنا يكرمك يا بنت الاصول. هقوم احط لك تاكل. ماشي يا حبيبتي. الحمد لله. سعاد، سعاد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. ادخل يلا غير هدومك. لا استنى، انا جاي بس كده افرحك وانزل على طول. ايه خير؟ الحمد لله ربنا كرمني بشغلانه وخدت عربون. الحمد لله يا رب، ما انت كريم. وهكمل شغلها باذن الله ايه بعد العيد. طب الحمد لله، شفت قلت لك ربنا هيفرجها. انا مش عايزه حاجه والله، ما عايزه. بس لازم طالما ربنا فرج عليا زي ما كنت مخليكي شايله همي افرحك. ربنا يكرمك ويوسع عليك. جنيه. انزلي هاتي كيلو لحمه. حاضر. ماشي. وانا معدي اجيب ادي لامي الفلوس ولا اجيب لها كيلو؟ لا هات لها بتاع ده، اديها فلوس احسن، لان اختك لسه جايبه لي كيس لحمه. بجد؟ والله نهله لسه معديه عليا، هي نبهت عليا ما اقولكش يعني عشان مشاعرك وكده، فكتر خيرها. فانت خلاص هما كده اكيد يعني جابوا لحمه، فانت اديها الفلوس دي. بس امي كلمتني امبارح وقالت لي معلش يا ابني المعاش اتاخر وكده، فمعلش لو الكيس اللحمه هيتاخر عليك. ممكن يكون بقى ربنا كرمها وجالها لحمه فراحت بعتلنا.
ربنا بس يفكها علينا متهيألي وعلينا. نهله قالت له ان امها ما تعرفش حاجه زي كده برضو. ده جايباه من ورا امي يعني؟ مش عارفه بقى سرقته ولا ايه البت دي. هي حركه كويسه منها. جدعه بصراحه. ربنا يبارك لها يا رب. برضو لو معاك فلوس بزياده ارضيها حتى اديها 200 جنيه. ماشي خلاص. ربنا يوسعها عايز أي عليك حاجة؟ ويرضيك. اللهم امين يا رب. على مهلك. طيب اروح بقى افرح امي زي ما فرحت. وانا مش هاكل الا لما تيجي. اكيد هتاكل من غير يعني؟ لا طبعا. سلمي لي على بوبا لغايه ما اجي. ماشي يا حبيبه نايمه اصلا. طيب ماشي يا حبيبتي. ربنا يفتحها عليك يا احمد يا رب ويرزقك. مين يا نهله اللي على الباب؟ ده احمد اخويا يا ماما. طب ما تخليه يخش. تعالى يا احمد. ازيك يا ام عامله ايه؟ حبيب ماما. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا نورعين. كل سنه وانت طيبه. انت طيب يا حبيبي. والله الحمد لله نحمد ربنا على كل عامله ايه شيء. والولاد عاملين ايه؟ كلهم بخير وبيسلموا عليك وبيقولوا كل سنه وانت طيبه. هم طيبين وانتوا في صحه وسعاده دايما يا رب. ما يحرمش منك يا حبيبه حبيبي يا قلبي. أحمد. كل سنه وانت طيبه. يا رب يخليك يا ابني. ويا رب دايما كده دعواتك تكون اعدالي. والله ربنا فرجها عليا ورحت لله يا فرجتها ابني، على الحمد لله. بيتي وزي ما فرجتها على بيتي اجي افرجها عليك. الله يوسع رزقك ويكفيك شر المرض وشر ولاد الحرام يا احمد يا ابن بطني. 500 جنيه هم. كمان يا ابني كتير قوي يا حبيبي. هاتي كيس لحم. كيس لحمه. ودول عشانك انت. الله يوسع رزقك تسلم لي يا ابني. احمد. وعايز اقول حاجه. قول يا نور عيني. اولا تشكري على اللي انت عملتيه معايا. ربنا يبارك لك ودايما كده تكوني سند وظهر لاخوكي. هو ايه اللي انا عملته؟ على الكيس اللحمه اللي انت جبتيه لسعاد. لحمه. الله يبارك لها ياما. لحمه. انا ما جبتش لحمه. ما جبتيش لحمه؟ لا ما جبتش لحمه. انت من شويه كنت عند مراتي هناك واديتها كيس لحمه. لا ما رحتش عند مراتك ولا شفتها. وقلت لها حتى ما تقوليش لاحمد. لا بس هي ما بتخبيش عليا حاجه وقلت ايه المشكله ان احنا مش عايزين نعرف. لا ما حصلش، ما رحتلهاش اصلا. شوف بقى مراتك جايبه كيس اللحمه منين ولا كانت فين ومين اداهولها. ايه الكلام اللي بتقوليه دوت؟ هو ايه كلمه الحق بتوجع؟ يعني انت ما رحتيش بيتي النهارده؟ لا ما رحتش. ما تنكريش يا نهله. قولي الحقيقه. ماما رايحه فين يا نهله؟ انا نازله رايحه مشوار وجايه. وايه الكيس اللي معاكي ده؟ ده كيس لحمه. موديه فين؟ موديه ثواب لحد غلبان. ده كيس اللحمه اللي عندنا في الفريزر ده يا بنتي اللي هنعمله لما احمد يبقى موجود هو وعياله. يا ماما ثوابه طالع ثواب يا ماما، هتبصي في الثواب كمان. انا مش هبص في الثواب، بس لو في تاني هقول لك ماشي، ما فيش الا هو ده اللي عندنا. ربنا يكرم لما تقبضي خلاص، يعني اول الشهر هيجي قبل العيد يبقي هاتي. عايزه حاجه؟ سلامتك يا بنتي سلامتك. يلا ربنا ان شاء الله هيعوضنا باذن الله يا غيره. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله يا نهله. عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. يا تعالي أخبار؟ ادخلي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه. اقعدي. بقول لك جبت لك كيس اللحمه ده. ما تحرمش منك ابدا خالص يا نهله. ربنا يبارك لك يا رب. حبيبتي والله. بس بقول لك ايه، بلاش احمد اخويا يعرف ان انا اللي جبته. ليه؟ ده هيفرح اول ما يعرف ان انت جبتي لي لحمه. بلاش وخلاص. ده ما انا مش عارفه ايه الفكره يعني. يعني مش عايزاه يتحرج مني وكده ويعرف ان هو مقصر والكلام ده، كانه جاتلك من اي حته وخلاص. ربنا يكرمك يا رب يا نهله. ماشي يا حبيبتي. عايزه حاجه؟ ربنا يبارك. ما تقعدي. لا لا اصل انا ورايا كام مشوار مهم. ماشي يا حبيبتي. بتعالي. طب يا نهله عينيا الاثنين ان شاء الله. سلمي لي على ماما. امانه عليكي. هي عارفه ان انت جايه ليه؟ لا يعني برضو ما تعرفش هي كمان. لا خليها بيني وبينك بقى. ماشي يا حبيبتي. ماشي. السلام عليكم. على مهلك. هستناكي بقى تعالي تاني. ماشي. ربنا يبارك لك يا نهله يا رب ويبعت لك ابن الحلال. كيس اللحمه اللي خدتيه من الفريزر النهارده وقلت هطلعه لله راح لمين يا نهله؟ ما تردي. ليه؟ ليه سعاد عملت لك ايه؟ ليه عايزه تخربي بيتها؟ ليه تبقي خرابه؟ يا شيخه ده حرام عليكي. اول ما ربنا كرم وجه كرمنا كلنا واداكي فلوس. ده جزاتهم. ده جزاتهم. سعاد عملت لك ايه؟ على فكره شفت ال 200 جنيه اللي اديتهم لك دوت طلعوا من بق سعاد. اول ما ربنا فرجها عليا ورحت لها قالت لي راضي نهله جت لغايه عندي هنا يا احمد ورضتنا وجابت لنا كيس لحمه وتشكر. انت كمان راضيها. يعني هي اللي لازم تقول لك اديها؟ مش عايزه حاجه. ده عشان باين لك اصلها والفرق ما بينك وما بينها. بص هي بتتعامل معاك ازاي وانت بتعامليها ازاي. خيرا تعمل شرا تلقى يما. شفت اختي يما؟ معلش حقك عليا، بس عشان خاطري يا ابني عشان خاطري. كل ده ايه عشان تشككني في مراتي يعني؟ لا مراتي زي الفل. يعني هي هتكون مبسوطه يعني لما انا اشك في مراتي واخرب بيتي وبهدل بنتي اللي انت بنتي دي بهدلها معايا لما انا اشك في مراتي وبهدلها معايا واطلقها انت كده هتكوني مبسوطه ومرتاحه اما اجي اقعد معاكوا هنا يعني؟ فهميني. ما انا مش عايز افهم انت ليه عملتي ما بحبهاش. طب ما بتحبهاش بتأذيها ليه؟ ما بتحبهاش خليكي في حالك من بعيد لبعيد. سلام ربنا مش اكتر. الحب ده بتاع ربنا.
لكن ليه الاذيه؟ الاذى ده يعني شيطان. البني ادم لما بيكون مؤذي بيبقى شيطان على الارض. يا ابني مفيش حد عارف حقيقة نفسه، اقسم بالله ما في حد بيعرف حقيقة نفسه. كل الناس فاكرة ان هي بتعمل الصح، بس للاسف والله العظيم غلط. لازم قبل ما نعتب على غيرنا نبص لنفسنا ونبص لتصرفاتنا، نشوف ايه اللي عملناه الصح وايه اللي عملناه الغلط. بقول لك يا بختي من بكاني وبكي عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. لما اديك الوصيه اقعدي مع نفسك وترجميها وشوفي انت بتعملي صح ولا غلط، عشان ما ناذيش بعض، عشان نتكلم مع كلمه مع بعض حلوه، ما نتكلمش في ظهر بعض وده يقول فلان وده يقول علان. وانت يا مرات الاخ دي سعاده مرات اخوكي هي سعادتك، سعاده اخوكي نفسه. ما تخربيش بيتهم، ابعدي عنهم، خليكي قريبه ليها، صاحبيها، خليها اخت ليكي. حرام عليكم يا جماعه. واكتر حاجه بتوجع يا امي، اكتر حاجه بتوجع لما يكون الاذى والضرر جاي من اللي منك، من اقرب حد ليكي، فبتوجع قوي. نتقي الله في بعضينا يا جماعه، عشان خاطر اقسم بالله ما حد واخد معاه غير السيره الطيبه وعمله الطيب. ويا جماعه في حاجه كمان، مرات الاخ تملي، اخت الجوز قصدي تملي، معلش، بتبقى قدام اخوها حبيبتها قوي 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 وتتكلم عليها كويس، بس من وراها بتتكلم صعب جدا. بتبقى وحشه. بلاش. نتقي الله، زي ما هتعملي هتتعامل فيكي والله العظيم سلف ودين. داين تو دين. بنحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم يا رب الايام بخير. احمد انا اللي بصور طبعا فمش هينفع ان انا اظهر، بس بصوا مسلم بتعيط بجد. حبيبتي يا ام مسلم بعيدها قريبه يا حبيبتي. والله بيصعب عليا الكلمه احنا الحلوه بنمثل والله. الكلمه الحلوه حصل فعلا. والبنت دي طيبه والله، بس هي ايه دايما بنحطها احنا في ادوار الشر. يلا كل سنه وانتم طيبين. بنحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. سلام عليكم وتحياتنا احمد وسعاد.